انا لسه شايف واحد من اسوأ الافلام اللي شفتها في السنه وفي السنين اللي فاتت وفي كل حاجه ممكن تتخيلها. فيلم صقر والكناريا. انا مش فاهم الفيلم ده وليه اتعمل، عشان الفيلم ده اتعمل 100 مره قبل كده، اتعمل 500 مره قبل كده من نفس الممثل محمد عادل امام. يعني فكره الشخص اللي هو صايع يعني فكره الشخص المجرم اللي عايز يتوب، وبعد كده حياته السابقه بترجع له مره تانية، وقصه حب ملهاش اي لازمه بتطلع من لا شيء، وقصه ومطلعين على طول الراجل الغبي اللي مش فاهم حاجة، الضعيف، الراجل اللي هو يبقى شيكو اللي على طول في حاجة ناقصة ومش عارف ايه. ما قدرتش اكمل الفيلم اصلا، ما وصلتش لنهايته، يعني وقفت تقريبا في التلت الاخير وكنت عارف ان هي ايه خلاص، وهيتجوزوا والدنيا جميلة واحلى فرح واحلى اغنية هتتغنى والدنيا دي. انا ما اعرفش نهايته كانت ايه، ومتأكد ان هي دي النهاية بنسبة 99%. فيلم وحش جدا، ما بيضحكش. انا مش هضحك لما كل شويه بطلون يقع ولا اشوف بوكسر حد، يعني دي مش حاجه تضحك. لو كانت هتضحك من 10 سنين مش هتضحك النهارده. وفيلم اتعمل كتير من محمد عادل امام نفسه، يعني كفايه. وانا شيكو من الممثلين اللي بحبهم جدا، وفيلم قلب امه دوت مثلا اكبر مثال يعني. وقلب امه اصلا فيه اليمنت من ده، بس كان معمول صح وشيكو لعب دور صح وكان معمول حلو. ده معمول مش حلو، ما فيهوش النكت والكوميديا الحلوه اللي كانت موجوده مثلا في قلب امه. ففيلم سيء. انا ما حبيتهوش. ومش عارف مثلا ده ياخد كام ده. 1 من 10 مثلا عشان شيكو مثلا، بس عشان شيكو يعني خلانا نبتسم في كام مشهد. فيلم وحش جدا، فيلم وحش جدا، وكله قايم على الصدف وكله قايم على حاجات شفناها قبل كده 100 مرة. كنت اتمنى اشوف حاجه احسن من كده بصراحه من الممثلين دولت عشان انا بحبهم. ومتوقع بقى بقيه الافلام التانية، الكراش بقى ومحمود التاني ومحمود التالت وانا محمود الاول والحاجات ديت هتبقى برضه زي نفس القصه، فما علينا. مش لما ينزل على النت ابقى اشوفه، غير كده مش ههتم بصراحه. يعني حرام ادفع فلوس في الافلام دي.